انا عندي اكتئاب اعمل ايه؟ مراتي عندها قلق مستمر تنصحني بايه؟ انا حاسس بضغط نفسي جامد يا ريت تساعدني. احمد كاخصائي نفسي اللي وقعه في الموضوع ده انه كان بينشر محتوى توعوي على السوشيال ميديا، ولما لقى تفاعل كبير فجاه الكومنتات بدات تزيد والرسائل بدات تزيد، لكن هو ما بداش يفرق ما بين انه بيقدم محتوى بيكلم فيه كل الناس وان في نفس الوقت بتجيله اسئله بتستدعي منه استشارات علاجيه ما تنفعش تتقال لكل الناس. عشان احمد يقدم محتوى قوي بدون ما يحس انه بيقدم استشارات مجانيه والحمل يزيد عليه من وقت للتاني، محتاج انه يعمل 5 حاجات. اول حاجه انه يحدد الفرق ما بين حاجه اسمها محتوى توعوي وجلسه علاجيه. محتوى توعوي يعني الكلام للناس كلها مش موجه لشخص معين، زي ازاي تتعامل مع القلق، اعراض الاكتئاب، امتى تلجأ لمتخصص. لكن الجلسه العلاجيه بتكون لحد لوحده، فيها بقى اسئله تفصيليه والحلول فيها بتبقى لكل واحد على حده. فاول خطوه انك توضح للناس الفرق ده عشان يعرفوا ايه اللي يقدروا ياخدوه مجانا وايه اللي المفروض يدفعوا عليه فلوس. رقم 2، حاول تستفيد من فكرة الردود الجاهزة للرسائل اللي بتتكرر طول الوقت. فبدل ما ترد على كل حد بنفسك، جهز رسالة واحدة مضمونها بيقول انك ما بتقدمش استشارات فردية على الصفحة، بس لو انت محتاج دعم تقدر تحجز جلسة من خلال اللينك ده، وتبدأ تحط اللينك الخاص بيك اللي من خلاله الناس تقدر تحجز جلساتها. او انك تكتب رسالة تانية بتقول ان الموضوع ده محتاج انك تتابعه مع حد متخصص والجلسات بتكون بشكل فردي، وان ده هيساعدك كحد عنده مشكلة بشكل اعمق. كده انت بتوضح انك مش بتقدم استشارة مجانية بس في نفس الوقت بتقدم ده بطريقة احترافية واخلاقية شوية. رقم 3، قدم محتوى يكون فيه حلول عامة مش فردية. فبدل ما ترد على كل شخص، اعمل بوستات او فيديوهات بتناقش فيها المشاكل الشائعة زي الحاجات دي، انك تعرف انك محتاج جلسة نفسية امتى، او ازاي تتحكم في التوتر اليومي، وده هيخلي الناس تستفيد بدون ما تاخد منك استشارة فردية ببلاش. رقم 4، استخدم عبارة واضحة في المحتوى بتاعك، انك تحط في اخر كل بوست ان المحتوى ده توعوي، وانك لو محتاج مساعدة شخصية تقدر تحجز جلستك، او ان الجلسات العلاجية بتكون شخصية وان هي بتتحدد على حسب احتياجات كل شخص. كده الناس هتتوجه لفكرة الحجز بدل ما تطلب منك الاستشارات المجانية. رقم 5، حاول تعمل لايف بأسئلة عامة، وبدل ما ترد على الناس في الرسائل اعمل اللايف ده اسبوعي تجاوب فيه بقى على الأسئلة بتاعت كل الناس بعد ما تجمعها. وقول في البداية ان الأسئلة اللي انت هترد عليها دي هتكون أسئلة عامة، لكن لو انت محتاج استشارات فردية فالجلسات هي الحل الأمثل بالنسبة لك. فالناس هنا هتستفيد من خبرتك وفي نفس الوقت هتلاقي الوضع منظم ومهني اكتر. من الآخر حاول توضح الفرق بين التوعية والاستشارة، وتستخدم ردود جاهزة على الرسائل المتكررة، وفي نفس الوقت تقدم حلول عامة مش فردية، وتوضح ان الجلسات العلاجية دي بتكون مدفوعة، وتعمل اللايفات بتاعتك بأسئلة عامة بدل الردود الفردية المجانية.